أعلن البنك المركزي المصري إجراءات جديدة تيسرا على المواطنين عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج. وأوضح البنك في بيان اليوم الخميس أنه إلحاقا للتعليمات التنظيمية السابقة صدورها في 17 من أكتوبر لسنة 2023 بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليا، والتي تضمنت بعض للتدابير لتيسر استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك. وأشار إلى أنه تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر. وأكد البنك أنه حرصا من البنك المركزي المصري على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسر استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج. فقد تقرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوما من فتح تلك الحدود بالتقديم إلى البنك المصدر البطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز للسفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوما. وأوضح أنه في حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر البطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آيسكور لوضعه في القائمة السلبية،